لو كل سنة في رمضان بتواجه نفس المشكلة، أذاكر ولا أركز على العبادة؟ ما تقلقش، عندي ليك جدول كويس جدا بإذن الله يخليك تذاكر بكفاءة وكمان تعبد ربنا بتركيز وتستمتع برمضان بدون توتر بإذن الله. يلا نبدأ. طيب احنا يومنا هيبدأ امتى؟ يومنا هيبدأ من صلاة الفجر. من بعد صلاة الفجر لحد الساعة 10 الصبح أحسن وقت للمذاكرة، فده هنخليه للمذاكرة. بعد صلاة الفجر العقل بيكون صافي جدا والتركيز في أعلى مستوى، فدي الفرصة الذهبية للمذاكرة الفعالة بإذن الله. ذاكر المواد اللي بتحتاج فهم عميق أو حفظ لأنها هتثبت في دماغك أسرع بإذن الله. استخدم تقنية الطاولات الصغيرة، كل 45 دقيقة مذاكرة خد 5 دقايق راحة. ممكن في الراحة دي تذكر ربنا، تسبح، تستغفر، تقرأ صفحة من القرآن، تقوم تصلي ركعتين، تعمل فيهم أي حاجة مفيدة، أو ممكن حتى ترتاح ما تعملش أي حاجة خالص. أو تقنية البومودورو، 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة. أي حاجة من الاتنين دول واللي يناسبك واللي يريحك اعمله. وما تنساش تبدأ بذكر الله والدعاء إن ربنا يبارك في وقتك ويفهمك ويرزقك العلم النافع والعمل به. طيب بعد كده من 10 صباحا لحد وقت صلاة الظهر ده وقت القرآن الكريم. اقرأ فيه وردك من القرآن الكريم أو الختمة اللي انت عاملها في رمضان أو أيا كان انت عامل ايه، اقرأ القرآن الكريم. ده وقت القرآن الكريم. انت هنا بتحول من المذاكرة للعبادة، وده بيدي توازن نفسي رهيب جدا بإذن الله. اقرأ جزء من القرآن الكريم بتدبر وحاول تفهم المعاني. ممكن كمان تسمع التفسير وتربط الآيات بحياتك اليومية. طيب من بعد صلاة الظهر للعصر وقت النوم والطاقة والمراجعة على اللي ذاكرته، مراجعة بسيطة. النوم هنا مش رفاهية أبدا، ده جزء أساسي من نجاح يومك بإذن الله. خد قيلولة من 30 ل 60 دقيقة عشان تصحى نشيط بإذن الله، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتنام وتاخد أجر بإذن الله. القيلولة بتساعدك إنك تركز أحسن، ولما تصحى بعد القيلولة راجع اللي ذاكرته مراجعة بسيطة لحد صلاة العصر. طيب من العصر للمغرب دي بقى مشاويرك الخارجية زائد وقت العيلة، الطاقة بتكون أقل، فده مش وقت مذاكرة خالص. لو عندك مشاوير بره ممكن تخلصها في الوقت ده. بعد كده خليك مع أهلك. رمضان مش بس عبادة ومذاكرة ونفسك وبس، لازم يكون فيه وقت لأهلك. طيب من المغرب للعشاء نعمل ايه؟ ده بقى وقت الفطار والذكر. بعد الفطار جسمك محتاج وقت للهضم، فبدل ما تسرح على الموبايل قوم اتحرك شوية واستغل وقت الحركة في الذكر والتسبيح عشان تحس براحة نفسية بإذن الله. من بعد صلاة العشاء ده بقى وقت صلاة التراويح. صلاة العشاء وصلاة التراويح دي فرصة لشحن الطاقة الإيمانية. زي ما جسمك بيحب يرتاح وياخد حقه في النوم، كمان روحك محتاجة ترتاح وتاخد حقها بالصلاة وبالأعمال الصالحة. صلي بخشوع وحاول تدعي ربنا سبحانه وتعالى إن يبارك في وقتك ومجهودك، وإنه يعفو عنك، وإنه يعتق رقابنا من النار. وما تنساش تدعي لي، وافتكر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. صلاة التراويح وصلاة العشاء بيخلصوا الساعة 9 إلا ربع أو الساعة 9. طيب من الساعة 9 للساعة 10 هنعمل ايه؟ هنقسم الساعة دي من الساعة 9 للساعة 10 لنصين. النص الأول هنقرأ فيه جزء من القرآن أو ما تيسر من القرآن. النص ساعة التانية هنريح فيها خالص ومش هنعمل أي حاجة ولا هنمسك تليفون، هنستعد للنوم بعد يوم طويل. ده وقت التوازن، 30 دقيقة قرآن عشان تختم يومك وانت معاك حسنات كتير بإذن الله، وال30 دقيقة التانيين استرخاء خالص. فكر في يومك، خطط لبكرة، اشحن الطاقة. ومن الساعة 10 لحد الساعة 4 نوم متواصل. النوم بدري سر التركيز والطاقة بإذن الله. نام 6 ساعات متواصلة واصحى قبل صلاة الفجر
تتسحر وتبدأ يوم جديد بنفس النظام ده هيخليك تستفيد برمضان بطريقة جديدة انت ما جربتهاش قبل كده. جربه وقول لي في الكومنتات ايه اكتر وقت في اليوم بتحس فيه ان طاقتك بتقل. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاعجاب والتعليق والاشتراك، وان انت تشير الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفيد. انا عبد الرحمن شريف واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.